اهلا بحضرتك. بالتاكيد تلقيت الخبر النهارده زينا بانزعاج شديد جدا. وانا بس لحضرتك الكلام بتاع فريق الاعداد بتاع حضرتك بيكلمني على حاجه مشكله في الخبز على المخابز. ما انا لسه هسال حضرتك بس يعني ما ينفعش تبقى موجود معايا وما اسالكش. اتفضل يا فندم. كنت بسال حضرتك على اللي حصل النهارده. حضرتك كان ليك تصريح بانه السبب الحقيقي في ازمه السولار هو قصور التوزيع وليس نقص المعروض. هو حضرتك يا استاذ شريف اي ازمه في اي مكان خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات في وجهه نظري لها سبب من اثنين، يا اما عدم توافر المنتج او قصور في منظومه التوزيع والرقابه. يعني دلوقتي عندنا توافر المنتج، لا المنتج كميات اللي بتدفع في الاسواق على مدى 5 أسابيع او اكتر كميات كويسه جدا، لدرجه الناس خزينت كميات مهوله في الارياف وفي الاقاليم. فالجزء الثاني اللي احنا عندنا قصور عموما في منظومه التوزيع المصريه نتيجه منظومه النقل وخطوط الانابيب وما شابه، ودي اللي بتخلينا نستخدم النقل بالتريلات الى حد كبير، والنقل بالتريلات السيطره عليه مش بالسيطره الكافيه. وده جزء من الاسباب. الجزء الثاني الممارسات الشديده السلبيه والغريبه علينا عموما كشعب، واللي ابتدينا دلوقتي نلاحظها، ان احنا دلوقتي بقت الناس واحد ممكن يمون عربيته ويطلع يفرغ العربيه في جراكن ويلف يمون تاني. بس هي الممارسات دي حضرتك شايف انها هي سبب الازمه الحقيقيه؟ يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. ان دلوقتي بقى عندنا معلومات مؤكده بتخزين مواطنين مش لجراكن سولار، لبراميل سولار في المنازل، واحنا خايفين من كوارث وحرائق في البيوت. مش ممكن ابدا ومش منطق. احنا خايفين على الناس، والتصرفات دي تصرفات سلبيه جدا. طيب ومن فضلكم يا جماعه، احنا بقالنا 5 أسابيع وزاره البترول بتضخ كميات كويسه جدا رغم التكلفه الماليه الباهظه. الناس لو سمحتوا تهدوا. طب انا عايز اقول لحضرتك بذكرك لوزاره البترول، احنا كمان عندنا معلومات مؤكده انه من 3 ايام كان في مراكب واقفه عايزه تدخل قناه السويس، والمراكب دي ما كانتش بتدخل عشان اعتمادات وزاره البترول لم تكن كافيه لدفع ثمن الشحنات، وبالتالي في نقص في المعروض. هقول لحضرتك الموضوع ده ببساطه. اتفضل يا فندم. انت ليك عدد من السفن بتحتاجه شهريا في السولار حوالي 14 سفينه، وعندك خطط شحن بتاعتك. خطط الشحن بتاعتك بتاعت كل سفينه بيبقى متوقع لها زمن وصول. يعني نقول مثلا هتوصل من يوم 12 ليوم 14، فوصلت يوم 12 13 14 يبقى هنا في الاطار الزمني المخطط ليه. وارد جدا ان سفينه انا ببقى مخطط ان احسن وضع ليا انا بالنسبه لي كمصر ان يبقى عندي سفينه سولار في السويس وسفينه سولار في اسكندريه. ايوه. وارد جدا ان سفينتين واحده تيجي بدري في خطه الشحن بتاعتها يوم او يومين، وفعلا الحاجات تقف تستنى لما دي تفرغ عشان دي تدخل. لا لما دي تفرغ عشان دي تدخل ولا عشان الاعتماد المالي مش موجود؟ وانت برضه يعني انت لازم تبقى عارف حاجه حضرتك. احنا الكلام ده بيتم بالتنسيق مع وزاره الماليه ومع البنك المركزي. ايوه. عشان سفينه تيجي بدري عن ايامها عن التوقيت بتاعها، لا عفوا انا ليا ترتيبات مع البنك المركزي ومع وزاره الماليه، ولازم استكمل الاجراءات دهيت عشان احنا مش هنضغط على العمله المحليه بتاعتنا. ايوه. طيب بمناسبه الضغط على العمله ده هينقلني لموضوع المخابز. النهارده كان في الخبر وكنت حضرتك موجود معانا قبل كده في الحلقه اليوم، قلت لنا انه في زي خطط للطوارئ اذا ما حدث ذلك بالفعل، وهو ده اللي حصل النهارده في مخابز في المعادي ودار السلام والمطبعه وحلوان والتبين والمعصره و15 مايو. المخابز دي توقفت على الانتاج، والمشكله اللي كنا طرحناها مع حضرتك في مساله تاخر سداد الوزاره للمستحقات. بص حضرتك الموضوع لا يعني خلينا نتكلم بصراحه بقى. اتفضل. من وجهه نظري لا الموضوع تاخر مستحقات ولا الموضوع هو بهذا الشكل، وكل المخابز اللي اضربت النهارده عددهم 100 مخبز، ولو كان هو بيضرب عشان حقه كان نفسي بس الاضراب ده كان يتعمل في عهد حسني مبارك ايام الظلم البين اللي كان على كل طوائف الشعب. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، طب انت عاوز تضرب والله انت حر، انما تقف قدام مستودع الدقيق تمنع الدقيق عن الناس وعن المخابز اللي عاوزه تشتغل. انما تمنع الدقيق عن المخابز اللي عاوزه تشتغل وتقول المخبز اللي هيشتغل انا هحرقه. طب وبالتالي احنا كدوله ايوه خلاص احنا بناخد الاجراءات القانونيه تجاههم، وفي محاضر دلوقتي باسماء المحرضين على هذه التصرفات المتهوره والغير مسؤوله، وعدد الناس اللي عملت الكلام ده هم 100 فرد، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم في اطار عادل ومنصف
ومحدد، وانا اذا كنا في المنظومه الجديده لا نجبر احد على الانضمام ليها او التوقيع عليها. هو انا لسه وحضرتك بتكلمني دلوقتي، نظرني وفد من الشعبه العامه للمخابز برئاسه الحاج عطيه حماد نائب رئيس الشعبه العامه. ايوه.